انا بعمل النهارده محشي الباذنجان ومحشي الفلفل ومحشي كوسه. انا غسل الحاجه هي ما شاء الله يعني اتقورت واتغسلت ومحطوطه. انا طبعا زي ما انتم عارفين وكلكم بتعملوها، انا بسبك الطماطم عادي جدا، بضرب الطماطم واروح مسبكاها. وغسلت الرز، بعد ما سبكت غسلت الرز، حطيت الرز، طبعا الرز على قد كميه المحشي. الخضرة قطعتها والبصل. انا يا جماعة ما بضيفش حاجة تاني في المحشي، لان هو ده المحشي المصري، المحشي اللي هو بدون اي افتكاسات بقى، بدون ما توابل، اللي هي التوابل اللي يقول لك في توابل محشي عند العطار، انا ما بستعملش ده. انا اكتر من الفلفل الاسود ما بحطش، اكتر من شوية الكمون، شوية الكزبرة، شوية الملح بس. ده للمحشي، لان هو بيطلع اصلا نكهته بتحس ان انت بتاكلي محشي، بمعنى ان انت مش بتاكلي توابل. لما بحط توابل كتيره كده، او توابل بكتر التوابل في الحاجه، بحس ان التوابل مغطيه على طعم الحاجه. فهي دي خلطه المحشي معايا. وبروح مقلبه. طبعا بظبط الطماطم، اصلا كميه الطماطم بظبطها بحيث يبقى لونه احمر كده وجميل. الخضرة، هو أصلا المحشي بيحب الخضرة الكتيرة، عادي بيحب الخضرة كتيرة تغسليها. أنا بنقعها الأول الخضرة، بنقيها وأروح نقعها من أول ما ابتدي طبيخ في المحشي. بصي بقى، أنا هستعمل إيدي معلش، لأن أنا أحشي بإيدي برضو. ماشي بسم الله. هو بس ايديكي دي اللي هما صوابعك من فوق كده، يعني أنا من النوع اللي إيه، لو بحشي أي حاجة هما صوابعين دي. بصوا ما شاء الله اللون بتاعها. الطماطم بيبقى لونها حلو، بتحط لها، بتسخني حبه الزيت والسمنه، وبعدين تروحي طشه الطماطم في قلب الصينيه، واروح سايباها على النار تستبك، وبعدين احط عليها الرز مغسول، البصل المتقطع، الخضره، التوابل بتاعتي. بس انا ما بعملش اكتر من كده، وبيبقى فعلا المحشي تحفه. تحفه ما شاء الله، محشي ما شاء الله طعمه حلو جدا. فانا هبتدي دلوقتي بحشي مثلا صباع محشي زي ده. انا ما بحشوش للاخر يا جماعه، انا بحشي المحشي اللي زي ده عشان ما يقولكش ايه، لما تيجي بتسويه بتلاقي رزه كتير كتير قوي طالع في الحله. انا بحشي لغايه هنا، وبدي مسافه ان الرز يزيد. فانا بحشي اهوت، ببتدي احشي كله. بصوا انا سايبه فيه شويه كده، بحيث لما الرز يزيد يبقى خلاص كده المحشي جايب اخره لغايه هنا، ولا فيش رز طالع في الحله زياده. ده واحد تاني انا بحشيه عادي جدا، بروح حاطه المحشي فيه. ماشي اهوت ما شاء الله جميل اهوت. الفلفل يا جماعه هحشيلكوا برضو قرنين فلفل كده معايا. مش عايزه اكبس الفلفل قوي، وانت بتحشي الفلفل ما تكبسيوش قوي، خليه مفرفر جواكي كده، خليكي سايبه برضو فيه مساحه كده اهو، بحيث لما يزيد يبقى الصباع لا منه ناشف قوي ولا منه طري وفاضي، يبقى معقول حلو زي ما هو كده اهو. هحشيلكوا قرن فلفل تاني اهوت. طبعا الفلفل بياخد رز يا جماعه، انا عندي عشان عندي جوزي بيحب الفلفل شويه، والباذنجان عندي الولاد بيحبوه بس متحمر، يعني بعد في ناس كتير بتحبه مسلوق، احنا بنحبه مسلوق برضه، بس عندي الولاد ياكلوه متحمر، يعني انزله من على النار واروح محمراه اهو. الفلفل اهو يا جماعه، فينها دي هحشيها كلها، واروح وارصها في الحله واوريكم بعدها شكله طالع ازاي. كده يا جماعه انا حشيت المحشي كله وبرصه زي ما انتم شايفين كده. انا بحب ارص الباذنجان ومع الفلفل زي ما انتم شايفين. حلو. انا هروح مرشرشاه بعد كده، وبرشرشه زي ما انتم شايفين. ماشي. باخد شوربه، انا عندي شوربه لحمه، طبعا ببقى مظبطه ملحها، وبرشش المحشي بالطريقه دي. شوربه اللحمه بصراحه مسكره معايا وطعمها جميل ما شاء الله. انا لما باجي اعمل الشوربه يا جماعه كمان ما بزودش، ما بملاش الحله ميه قوي. بحب الشوربه تبقى على قد الحاجه عشان خاطر تطلع مركزه وطعمها حلو.
انا هسقيه الشوربه بتاعته، وبعد كده هروح رفعه على النار. اول ما بيغلي غلوه يعني بحطه على النار، واول ما بيغلي انت بتشوفي الحله بتلاقيها بتغلي، فبروح موطيه عليه. اول ما بيغلي غلوه كده بروح موطيه عليه لغايه ما يطيب. يعني ما بياخدش اصلا اكتر من نص ساعه بالكتير يعني الباذنجان والفلفل زي ما انتوا شايفين كده قدامكم كده تمام قوي. طبعا لما بيستوي بروح مصفيه الشوربه الزياده عنه، وخلاص بيبقى كده جاهز للاكل. انا بالنسبه لي بقى بروح مخليه شويه منه مسلوق، وبحمر شويه كمان منه كمان، لان عندي ابني بيحبه متحمر اصلا بيبقى طعمه تحفه. معاك وهو بيستوي بسم الله ما شاء الله جميل، بس هو لسه ما استواش شويه يعني، لسه ما استواش، لسه يتهيألي لسه 5 دقايق كده كمان ان شاء الله. نغطي عليه تاني وبعدين نرجع لكم تاني. كده الشوربه طابت معايا اهي، بقى غريفها وخلاص. انا خدتها غلوه واحده يا جماعه وبطفى عليها لان كان لسه على الاكل شويه، فغلوه واحده وسبتها عشان لسان العصفور ما يكبرش كده في الحله. انا باخد غلوه واطفى عليه، فهو كده تمام استوى وطفيت عليه. كده يا جماعه الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. اديكم شايفين المحشي هو استوى وانا غرفته اهوت. ده اللي انا حمرته، هما بيحبوه عندي كده، بيبقى شبه السجق عموما او الممبار، هو بصراحه بيبقى طعمه حلو قوي. واللي بياكل مسلوق اهوت برضو، وده مسلوق. كل اللي يعني هو عموما بيتاكل مسلوق، بس في ناس بتحبه متحمر زي ما انتم شايفين. انا عامله جنبه فراخ مشويه لسه هطلعها من الفرن، بس ما شاء الله ادي المحشي بألف هنا وشفا.